جبت لكم النهارده منتج لقيته في السوبر ماركت اسمه بونكي. بونكي ده المفروض ان هو بافس ومكتوب عليه انه مخبوز مش مقلي. فالمفروض ان مخبوز دي بتدينا ايحاء ان هو ينفع في الدايت والكلام ده. هل ده صح ولا لا؟ انا الحقيقه ما اعرفش، بس هو مخبوز مش مقلي فاداني طاقه ايجابيه كده ان انا اجربه. السعرات اللي فيه 42.8 لكل 10 جرام. فالمفروض ان هو وزنه حوالي 30 جرام في الكيس، فيعني متوسطها اقل من 150 كالوري. المفروض ان هو ممكن ناخده، بس اعتقد مش كل يوم برضه. تعالوا نجربهم ونشوف طعمهم ايه، ده اهم حاجه بالنسبه لي. نازل منه اطعم كتير، انا جبت كل اللي لقيته. تعالوا نبتدي بده. اول واحد بونكي طعم التشيدر. جبنه التشيدر لونه اورنج كده، لونه حلو وعليه كده جبنه بتتبشر، ويعني ايحاء جامد قوي انه طعمه جبنه. عايزه نفتحه نشوف ريحته جبنه. بصوا هو حلقات كده مدوره. تعالوا ندوق. بسم الله. طعمه جبنه قوي، يعني طعم الجبنه ظاهر فيه. حلو ده، طعم الجبنه اللي فيه باين. بيفكرني كان في كاراتيه بنجيبه زمان نفس الطعم ده، بس مش فاكره اسمه ايه، بس هو الجبنه اللي فيه حلو. في بقى طعم الباربيكيو، كله نفس الوزن وكله نفس الكلام برضو. بتاع ده مخبوز مش مقلي. تعالوا نشوف الباربيكيو. ريحته تدخين جامد قوي. بصوا شكله، وده شكل البافس العادي المتعارف عليه. بسم الله. طعم باربيكيو قوي، وفي طعم التدخين، في هنت كده زي ما يكون سوداني في الاخر، مش عارفه ده جاي منين، بس هو طعمه حلو قوي برضو. ده برضو لذيذ. ده تالت طعم بالجبنه اليوناني، كل مكتوب عليه انه مخبوز مش مقلي. جبنه بقى وطماطم وزيتون وحركات. ريحته زيتون قوي برضه. جماعه عايزه اقول لكم ان كل واحد شكله مختلف عن التاني، ابهروني بصراحه، والالوان كمان بتاعته حلوه قوي. تعالوا ندوق ده. طعمه حلو قوي برضه، طعمه فيه طعم الزيتون مع هنت سبايسي كده، حلو قوي برضه اللي بالزيتون ده. اللي بعد كده ناتشوز. ده رانش صوص، ده شكله ناتشو. بصي حتى يعني شكله حتى من فوق باين شكل الناتشوز. وده بالرانش، صوص الرانش لونه ميل. ريحته مش ظاهره قوي، بس بصوا لونه اورنج قوي. بسم الله. برضو لذيذ قوي ده. طعم الرانش برضو باين فيه، الصوص حلو برضو عجبني. بعد كده بونكي ده بالبيستو، ده بطعم البيستو. ريحته ريحان يا جماعه. ده مدور كده. بسم الله. طعمه حلو قوي برضو، وطعم الريحان باين فيه، يعني مش طاغي قوي مش زاعق، بس باين فيه برضو هنت الريحان. حلو. بصوا بقى يا جماعه عاملين طعم ايه.
طعم الجمبري. الجمبري كترت حواراته اليومين دول. ده بقى بالشكل ده. انا مش عارفه اميز ريحه قوي، مش عارفه اميزها، فتعالوا ندوق. بسم الله. مش عارفه ليه لما بييجوا يعملوا طعم الجمبري في اي حاجه شيبسي او كاراتيه لازم يعملوه سبايسي. علاقه الجمبري بالسبايسي انا مش عارفه. انا ضايقه فيه اكتر حاجه طعم السبايسي، مفيهوش طعم جمبري. طعمه حلو بس ممكن نعتبره بالشطه والليمون مثلا، لان انا حاسه فيه طعم الشطه طعم الليمون، هم راسمين عليه ليمون وجمبري، فلا شيلوا الجمبري ده وحطوا شطه هيبقى اوقع. فده شطه وليمون مش جمبري. اول حاجه تقلش منه. واخر واحد انا سبته للاخر عشان ما ياثرش على طعم الباقي. ده بقى بطعم الشطه. شايفين الفلفل؟ شايفين النار؟ ربنا يستر. بصوا المنظر، شايفين احمر ازاي من جوه؟ بصوا هدوء. بصوا هو ده حراق زياده بس مش في اول ما انت بتقطم، انت تقعد بقى تمضغ فيها تحس بطعم الحرقيه جامده قوي. بس انا اللي ما عجبنيش في ده ان انا حسيت ان هو قديم شويه كتخزين يعني، لكن هو طعم السبايسي بتاعه حلو وفيه سنه تسكيره كده كمان. بوجه عام المنتج ده بصراحه ابهرني. دول اقل 2 عجبوني، بس هو الشطه حلو برده بصراحه. اما بالنسبه للجبنه، الجبنه والباربيكيو والبيستو الحاجات دي كلها حلوه قوي قوي قوي، عجبوني جدا. منتج يستحق التجربه، وعلى ما اعتقد سعره ما كانش غالي يعني، كان معرفش بكام، 7 جنيه حاجه كده، مش غالي يعني، يستحق يتجرب. ولو هو فعلا صحي يبقى حاجه حلوه قوي. يلا باي باي.